في ظلال السيرة. مولده صلى الله عليه وسلم يوم جاء الفيل في مدينة مكة، وقبل الهجرة ب53 عاما انتفضت الأرض تحت أقدام فيل ضخم يتقدم جيشا مخيفا مقبلا من جهة بلاد اليمن، ليثبت أن هذه الكعبة ليست آمنة كما يقول العرب. فيل وخيل وبغال تحرث الأرض وتثير خلفها غمامة من الغبار الكثيف، ترتفع كشبح هائل مخيف، فيراها أهل مكة فيتطايرون في الجبال ويختبئون في الشعاب. وعلى مشارف مكة توقف ذلك الجيش، فعلم عبد المطلب وهو أحد قادة مكة، فخرج متوسلا ملكهم لعله يقنعه بالعدول عن الهجوم. دخل عبد المطلب خيمة الملك فقال: ما جاء بك إلينا؟ ألا بعثت فنأتيك بكل شيء أردت؟ فقال الملك: أخبرت بهذا البيت الذي لا يدخله أحد إلا أمن، فجئت أخيف أهله. عندها عاد عبد المطلب ثقيلا يسحب أقدامه وهمومه، فقد رأى كل القوى تتلاشى أمامه إلا قوة الله. اتجه نحو ربه بالدعاء والصلاة، ونسي أصنامه، فهي لا تضر ولا تنفع في ساعة الشدة. وناشد ربه من أعماقه وقال: اللهم إن لكل إله حلالا فامنع حلالك، لا يغلبن محالهم أبدا محالك. اللهم فإن فعلت فأمر ما بدا لك. لكن الملك أمر الجيش بالزحف لهدم الكعبة وإخافة أهلها، فتحرك جيش الفيل وارتفع الغبار من جديد، وامتلأت الأجواء بصياح الجند المنتشين بقوتهم وضعف عدوهم. وعندما بدأت الأقدام تلامس واديا يقال له وادي محسر، أقبلت أسراب من الطيور الغريبة كغيمة سوداء من جهة البحر الأحمر، تخترق ذلك الغبار وتحوم فوق ذلك الجيش. فرفع الجند رؤوسهم واتسعت أعينهم، وتحيروا على أرض ذلك الوادي وهم يشاهدون تلك الطيور المخيفة تلتف فوقهم كالإعصار الأسود. وفجأة بدأت الطيور بالقصف بدقة مميتة، كل طير كان يحمل حجرا، ليتحول الصياح إلى صراخ وأنين. اختلط الغبار والطيور والحجارة والصراخ والموت، وتناثرت آلاف الجثث قتلى وجرحى. طيور أقبلت مثل السحابة من نحو البحر حتى أظلتهم، طير أبابيل التي قال الله تعالى عنها: ترميهم بحجارة من سجيل، أي بحجارة من طين. فصار الفيل يصيح، فجعلهم الله كعصف مأكول، أي كالورق اليابس. وولى الفيل هاربا، ولم ينج من الجيش إلا قلة، ومن بينهم قائد الفيل وسائسه، وقد أصيبا بالعمى والعجز.
في ظلال السيرة.